يحكى أن هنالك كانت في قرية كانوا كل أهلها فقراء، فأغنى الله بعض الناس، فأغنى شخص. قام هذا الشخص ببناء فندق عظيم، فكان المحصول السنوي من هذا الفندق 14 مليون وأكثر. فقال لأولاده: خذوا 7 مليون لكم و7 مليون لي. هذه 7 مليون لحقي لا تقربوا مش نهائيا، وهذه 7 مليون هي لكم. قالوا له تمام، بس الأب اشترط عليهم شرط، قال لهم: أنا حي ولا مائت، 7 مليون لي حقي تديمون للمن؟ للفقراء والمساكين. أنا حي ولا مائت. ليش عمل الأب هكذا؟ لأنه تذكر كيف كان يعيش الفقر هو أهل قريته. ففعلا مرت الأيام، و7 مليون حقه سنويا تولي لنا للفقراء والمساكين، يعني مو نجح بالدنيا والآخرة. ما قالش خلاص أغناني الله خلاص ما الحين ما أتذكر شيء من الفقر، ولا ذكر ناس الفقراء، يعني تذكر إنه كان يعيش في حالة صعبة بس.